فالعامل الوراثي ليه دور مهم في التهاب المفاصل الصدفي. طيب يهمنا ايه في الموضوع ده؟ يهمنا ان لو انا عندي صدفيه او حد من عيلتي عنده صدفيه، لازم انا كمريض اكون واعي في مفاصل بتلتهب، وبعدين الدكاتره مش اخدين بالهم، كل شويه يقولوا لا دي خشونه، لا ده في التهابات في المفاصل. طب اخدت مسكن والمرض راح ورجع، والالتهابات عماله تروح وترجع ومش لاقيه سبب. ابدا افكر الفت نظر الدكاتره ان انا عندي صدفيه، او ان عندي في العيله مرض الصدفيه. تقوم الناس الدكاتره يبداوا ياخدوا بالهم. طبعا لو الدكتور متخصص ودكتور روماتيزم وشافها، المفروض ان هو من الاول هيقول لها ده روماتيزم صدفي، ويسالها في حد عنده صدفيه ولا لا. الغريب ان ممكن الشخص نفسه ما يكونش عنده صدفيه، وممكن بعد ما يجي له التهاب المفاصل الصدفي ده بسنين ممكن يجي له صدفيه. يعني احيانا الصدفيه تيجي الاول وبعدها الالتهاب، واحيانا الالتهاب يجي الاول وبعدها الصدفيه. وفي الحاله دي بيبقى المريض مستغرب ازاي يجي لي روماتيزم صدفي وانا ما عنديش صدفيه اصلا. التحاليل بتاعت الحاله دي بتكون ايه؟ الروماتويد غالبا 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 بيكون سلبي، لكن في تحاليل بتاعت الالتهاب بترتفع، اهمها تحليل السي ار بي اللي هو بيسموه البروتين النشط او البروتين التفاعلي. السي ار بي ده من اهم التحاليل اللي بترتفع في التهاب الروماتيزم الصدفي. طيب يبقى المرض ده بيتشابه جدا مع مرض الروماتويد. طيب احنا دلوقتي رحنا كشفنا واكتشفنا ان احنا عندنا التهاب الروماتيزم الصدفي، اتعملت التحاليل واتشخصت الحالة. ايه العلاج؟ علاج الروماتيزم الصدفي بيشبه الى حد كبير علاج الروماتويد. يعني الادوية الاساسية للروماتيزم الصدفي في منها كتير هو نفسه ادوية الروماتويد، وفي منها ادوية ما تنفعش. يعني مثلا الكورتيزون في مرضى الروماتويد بيتعاطى وبيحسن وبيجيب نتائج كويسة وبيساعد، انما في الصدفيه بيفضل تجنبه. ليه؟ لان احنا مش عندنا مشكله مفاصل بس، احنا عندنا مشكله جلد. الجلد لما يكون حد عنده صدفيه ونديله كورتيزون، الكورتيزون بيخفي الصدفيه مؤقتا، لكن اول ما يبدا الكورتيزون يقل الصدفيه بتزيد اكتر من الاول. ومرض الصدفيه الجلديه زي ما قلت لكم مرض مش معدي، لكنه مرض مزعج. يعني الصدفيه دي لما بتزيد بتبقى مزعجه للشخص، اولا لان شكلها مش لطيف، حاجات حمراء وعليها قشر وشكلها مش لطيف، بالذات لو هي بقعة كبيرة ولو في مكان ظاهر فهي بتبقى مش لطيفة. فعشان كده بيبقى هدفنا ان احنا نحاول نعالجها كمان. الخبر الكويس في الموضوع ده ان علاج الروماتيزم الصدفي هو نفسه، واحنا بنعالج المفاصل الصدفية نفسها بتتعالج بنفس الأدوية. الأدوية أشهرها الميثوتريكسيت، دي مادة علمية معروفة بنستخدمها في علاج الروماتويد، وهي نفسها بنستخدمها في الروماتيزم الصدفي. وفي برضو الأدوية البيولوجية اللي بنستخدمها في علاج الروماتويد هي نفسها بنستخدمها في علاج الروماتيزم الصدفي. الفقرة دي كلها أنا اللي يهمني فيها أهم شيء إن الناس تبقى عارفة إن في حاجة اسمها روماتيزم صدفي.